عبد الله واقف قدام المراية بيضحك على نفسه ضحكة ما فيهاش فرحة خالص. مجموعة 62% يا عبد الله، يا سيدي انت فاشل من الآخر. الصوت ده كان صوت صاحبه اللي داخل كلية طب ولسه رنته في دماغه لحد دلوقتي. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا وتشيروا الفيديو ده عشان توصلكوا كل قصصنا الجميلة زي دي. من 2 سنين عبد الله كان بيقعد في القهوة واصحابه بيتكلموا عن كليتهم، طب، هندسة، صيدلة، وهو ساكت بس مبتسم ابتسامة مصطنعة عشان محدش يحس إنه اتكسر من جوه. كل واحد فيهم كان بيسأله بسخرية ناعمة: طب انت هتعمل ايه بقى؟ هتفضل قاعد في البيت؟ عبد الله ما كانش عنده إجابة وقتها، بس كان عنده حاجة تانية: عناد. قعد ليالي كتير قدام لابتوب قديم يتعلم حاجة اسمها تسويق إلكتروني، محدش من حواليه سمع بيها قبل كده. اتعلمها لوحده من فيديوهات على الإنترنت، من مقالات مترجمة بصعوبة، من تجربة وفشل وتجربة تاني. الأول ما كانش فاهم حاجة، السيرفرات، الإعلانات، تحليل البيانات، بس كل مرة يفشل كان بيرجع تاني. مفيش حد قاله برافو، مفيش حد صدقه. بعد 1.5 سنة اشتغل في شركة صغيرة براتب بسيط، بعدها ب1 سنة اتنقل لشركة أكبر، وبعد 2 سنين من الاجتهاد اللي محدش شافه غير ربنا بقى مدير تسويق في شركة عالمية ضخمة. النهاردة عبد الله بيقعد في اجتماعات بيتكلم فيها بالإنجليزي مع مديرين من دول تانية، صافي دخله أضعاف صحابه الدكاترة والمهندسين مجتمعين، وكمية الاحترام اللي عايش بيها مختلفة تماماً عن أي حد فيهم. مفيش حد قال له مبروك وقت الفشل، بس دلوقتي الكل بيسأله: قل لي عملت إزاي؟ ولو ما كانش عنده إنترنت وفرصة يتعلم حاجة زي دي في بيته من غير ما ياخد إذن من حد، كانت قصته خلصت من الأول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك عشان توصلكوا كل المحتوى الجميل ده. ولو ما كانش عنده إنترنت وفرصة يتعلم حاجة زي دي في بيته من غير ما ياخد إذن من حد، كانت قصته خلصت من الأول. عبد الله دلوقتي بيقول جملة واحدة لكل حد بيسأله عن سر نجاحه: إحنا في مصر مديين المجموع والكليات دي قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، بس لأنها صعبة، زي الألماس بالظبط، مش غالي لأنه نادر، إحنا اللي بنسميه غالي عشان هو نادر. وفي يوم من الأيام هتكتشفوا إن ده كله وهم. فهل عبد الله كان محق في اللي قاله، ولا كان بيبرر فشله في دخول الكلية بتفلسف ملوش لازمة؟ اكتبوا رأيكم، واللي موافق يرد على اللي مش موافق تحت في الكومنتات.